انا متربي على فلسفه الجيران اللي هي ايه؟ كفر الشيخ الحبيبه، الناس لبعضيها. قال لي في حاجه ولا ايه؟ هو بص لقى تاتو شعر وديل حصان، قال بس اوكي هدخل اي حد، الحاج موصيني الله. يا جماعه احنا عاملين مشكله ضخمه جدا جدا للجيران. في واحد قاعد لوحده يبقى في ميسر وغلمان وكلاب وحيوانات ونباتات وكل انواع الجنس الغير مباح، يعني في مشكله عندهم. انا كنت في عماره قبل العماره اللي انا فيها دلوقتي، او قبل البرج اللي انا فيه دلوقتي. الفلوس بتبين النفوس، انا زي ما انا، بس في وجود فلوس الموضوع امتع حقيقه، امن. انا كان عندي عماره، انا متربي على فلسفه الجيران اللي هي ايه؟ كفر الشيخ الحبيبه، الناس لبعضيها. الجيران جارك هو اللي اقرب لك من اخوك، لان انت لو حصل لك حاجه جارك هيهد الحيطه. الرجل الاخضر فجاه وعرف ازاي بروح امه ان انت عندك ازمه، تمام، هيهد الحيطه ويخش يشيلك وانت منهك تماما وزي الفسيخه الميته، ويجري بيك على المستوصف مش المستشفى، فده برضو مش ظريف علشان يلحقك. لكن اخوك على ما يجي لك هو مش اقرب لك من الجار، وفي طبق بيعدي على كل شقه لحد ما الاطباق تتمازج انسالها وذكرها والحاجات، وتبقى اطباق بنت حرام كلها مش عارفين ده جاي منين. فالجار ده هو اللي انت لازم تخلي بالك منه. كل الكلام ده فاكس في القاهره، فاكس. انا نازل في الاسانسير، لسه ما بقاليش 3 ايام في البيت، نازل في الاسانسير فلقيت انسان مستطيل ببدله. هي البدله مستطيل، احنا عارفين ما انت مش انسان دلوقتي. فقلت له صباح الخير، انا علي جارك هنا، شقه 53، لو احتجت اي حاجه انا موجود واحنا جيران. قال لي في حاجه ولا ايه؟ ورجع ربع ياردة لورا كده. انا عارف ان هو لازق من تحت منه في البتاع، يعني في مشكله. قلت له لا حضرتك احنا جيران بنتعرف على بعض يعني اللي هو. قال لي ايوه انا بعمل اوردر ايه اللي انا بتكلم مع حضرتك علشان جيران حضرتك. تمام فهمت. هو بص لقى تاتو شعر وديل حصان وشورت كالعاده عشان الراجل بيتحر بسرعه جدا، قال بس والله احنا كمجتمع الختم ده عندنا، ده لو حد ما بيعرفش يسوق الختم ده نازل مع الاوردر، اي حاجه هنتزنقنا يا عم ده انتوا فاهمين. 3-4 شهور وانا عايش لوحدي، ولا باذي حد ولا بعمل حاجه، وبدفع ايجاراتي وبدفع الصيانه بتاعت السلم والكلام ده كله. لحد ما طرق بابي شيخ جميل بجلباب ابيض ناصع البياض، لحيه بيضاء ناعمه مثل الصينيين. السلام عليكم. في ابتسامه يا جماعه مخيفه قوي، بالذات لما تيجي من شيخ الساعه 11 بالليل واكل فراخ، فانت مش عارف هو ده فراخ نساير ولا رغبات مش مفهومه. قلت له عليكم السلام اهلا وسهلا. قال لي احنا انا مش فاهم ايه اللي بيضحك وانا رايح اكل عيشي، مش فاهم ايه اللي بيضحك. قال لي احنا اجتمعنا، ومستني افيه، احنا اجتمعنا في مجلس اداره العماره. من العزه والفخر كان هيتقلب دبل كيك لورا، لان هما بيتعاملوا مع مجلس اداره العماره ده ان هو مجلس اداره العالم، قرارات المصيريه للحياه والحاجات. وانت حضرتك منورنا بقالك 3-4 شهور، بس من فضل حضرتك معلش استحملوا معاه لان هو راجل مش كويس. من فضل حضرتك مفيش اي داعي تضع نفسك موضع شبهات. شبهات ايه؟ قال لي حضرتك منورنا بقالك فترة، لكن انا بعتذر، انت كل ضيوفك رجالة. فانا للحظة شكيت ان انا بتحدث العربية، وبدأت افهم الوضع، فقلت له سوري لا مؤاخذة،
ايه يا عناية في ايه؟ براحتي. قلت له حضرتك اوكي. والله العظيم ده انا بقالي 4 شهور لايد عينيا. يا سلام، هدخل اي حد الحاج موصيني الله خش جوه يا بنت. حط نفسك مكاني. بس طبعا كان صعب اعمل حاجه زي كده. فانا ليا صديقات بنات كتير جدا محترمين جدا، وانا فخور بصداقاتهم، معظمهم بالمناسبه اسكندرانيه، لان العرق الاسكندري ده بالنسبه لي معيار مهم للدغري وللجدعنه وحاجات كده. وما تسقفوش، انا بتكلم بجد اقسم بالله والله العظيم. اوكي، يعني انا نص ماي اكسس اصلا من عندكم. انتوا زي الفل لحد 120 سم وتشز يعني ايه حلال. فبقول لاصحابي البنات بص انا عندي فيديو، اطلعي شوفيه بسرعه، تعالي بصي على الزرع وانزلي على طول. رخامه مش اكتر والله. ليه في ايه الموضوع؟ حصل كذا كذا، يلا نضايقهم، يلا نطلع. تنزل هي وخلاص. بس بعد فتره خدت بالي ان البنات بتطلع وبتنزل بسرعه جدا. فانا زودت الطين بله. يعني هو الجيران بدأوا يطمنوا لي كذكور ان الاسانسير بقى اهلا والفرمونات بتقب كده اول ما يشوفوني. ومره واحد قال لي مستعجل يا استاذ علي مش فانا حظي عثر للغايه. نفس الجيران اللي انا كنت عامل لهم مشكله ضخمه جدا ان انا عايش لوحدي، اللي هو مالك في ايه؟ الله الواد اللي في شقه 53 ده مضايقني قوي. محصل الغاز قعد معاه ساعه الا ربع النهارده مش فاهم في ايه.